غادي نشارك معكم في هذا الفيديو كريمه الزبده الاحترافيه بالبيض الكامل. ان شاء الله غادي نطرق لكم في هذا الفيديو لكاع المشاكل اللي ممكن ان اي وحده تجي تحضر هذه الكريمه وتواجهها. غادي نطرق لها في هذا الفيديو ونعطيكم جميع الاسرار ديال كريمه الزبده. الا كانت هذه اول مشاهده للقناه، هذه قناه زينه في الكوزينه، ما تنسوش اللايك والاشتراك الا عجبكم محتوى الفيديو. هو بالنسبه للكريمات ديال الزبده كنهضر لكم هنا على الاحترافيه. فيها 7 ديال الكريمات، فيها الكريمه الايطاليه، فيها الكريمه السويسريه، فيها كريمه الزبده الامريكيه، وفيها كريمه الزبده بالصفر البيض، وفيها كريمه الزبده بالبيض مخلط، وفيها كريمه الزبده بالبيض البيض بالنستلي. المهم هي فيها 7 ديال الانواع. بالنسبه هذه اللي غادي نخدمها معكم اليوم كريمه الزبده بالبيض كامل، يعني بالبيض مخلط. فغادي تحتاجوا ليها 200 غرام من الزبده. والزبده هنايا اما تكون حيوانيه، بطبيعه الحال الحيوانيه راه غادي تجيكم بنينه بزاف، غير هي كتبقى غاليه، اولا تكون نباتيه اللي رطبه، الزبده رطبه ما تكونش قاصحه بحال المارغرين الخاصه بالحلويات راه ما تصلحش لكم. وغادي تحتاجوا 120 غرام سكر سنيده، 2 اكياس من الفاني، 2 بيضات، وعندي هنايا 30 ملي ديال الماء، وعندي واحد 4 المعالق ديال زيت المائده. في الاخر ونقول لكم علاش كتصلح لهاد الزيت. هاد الكريمه اللي غادي نصاوبها معكم كتاخذوا في الاولى هنايا البيض، غادي ديروه في العجانه. من الاحسن تخدموا بالضرب ديال العجانه، لان هاد الكريمات الاحترافيه كتبغي تخلط بزاف. الا كان عندكم الطحان ضعيف تقدري يعني الضرب الكهربائي اللي داوي ضعيف تقدر تحرق لكم، وتقدروا حتى نتوما غادي تعيو بكثرت ما نتوما شادين داك الضراب. المهم هنا درت هذوك 2 بيضات كيتضربوا، وهنا غادي ندوز باش ندير ديك 30 ملي ديال الماء، غادي نزيد عليها 120 غرام ديال السكر، وغادي نزيد عليها اكياس الفاني، وغادي نرد هذا الخليط هذا فوق النار على نار هادئه. كتردوا هذاك الماء والسكر فوق نار هادئه كيبقى يغلي ويعاود. هي في الاصل هنا كيعبروا بميزان الحراره، ولكن اللي ما عندوش غادي نوريه واحد الطريقه غادي تغنيه على ميزان الحراره. كتاخذوا هكذا زلافه فيها ماء بارد، كتغطسوا يديكم هكذا حتى كيبردوا الاطراف، غير اطراف الاصابع، وكتخطفوا هكذا واحد شويه. بحال هنا راه باين لي ما تجمع لي ما والو، باقي هو هكذاك ما وسكر دايب وصافي. هنايا البنات عاوتاني خطفت واحد شويه، وكتلاحظوا راه بدا كيعطيكم كيمجموع لكم في يديكم بحال شي عجينه، بحال شفتوا بحال هذا الشكل هذا. صافي هنا كتعرفوا وصل درجه الحراره المرغوبه. واللي عنده الميزان راه 112 درجه، اللي بغى عنده الميزان وبغى يعبر 112 درجه. ومن بعد كتاخذوا داك الخليط وهو باقي سخون، ما تخليوه لا يبرد لا والو، وكتخويوه مباشره فوق من داك البيض وهو كيتضرب، يعني ما تحبسوش تضرب باش ما يطيب لكمش البيض، كتخووه بالتدريج وكتستمروا في التخلاط باش هكذا ما يطيب لكمش البيض. وهنا كتاخذوا ديك الزبده، والزبده بطبيعه الحال تكون بحراره الغرفه، ما تكونش بارده، وكتضيفوها على داك الخليط حتى كيتضرب مده، حتى كتحسوا كتقيسوا داك البانيو وكتلقاوه برد، عاد كتبداو تضيفوا الزبده. هذه الا كانت الزبده بحراره الغرفه، الا كانت بارده شويه كتزيدوا داك الزبده وباقي الخليط سخون. المهم الزبده كتزيدوها شويه بشويه كما كتلاحظوا. وهنا في الاخير غادي نزيد واحد 4 المعالق ديال الزيت، والزيت ما تكونش فيها شي ريحه مجهده. هذا الزيت الدور ديالو في هذه الكريمه كيخليها دغيا تخلط لكم، ما تاخذ لكمش وقت طويل، دغيا كتخلط لكم وكيعطيها واحد اللمعان زوين. هنا من بعد ما استمريت في الخلط، اون فوا تبان لكم الكريمه ديالكم صافي تجمعات، حبسوا التخلاط، لان اسباب الفشل ديال الكريمه الزبده هو كثره التخلاط. يعني الخلط كثر من القياس كتخليها تفصل لكم وتطلق لكم الماء. كي تشوفوا هاد الجمعات صافي حبسوا التخلاط. وايضا المكونات ما يكونوش باردين، حتى فاش كتكون الزبده بارده كتضيع لكم الكريمه وكتطلق لكم الماء. ولا لاحظتوا ان الكريمه ديالكم طلقات لكم الماء ما تخافوش، يعني عندها الحل. كتاخذوا ديك الكريمه كتدفيوها اما في حمام مريم اولا في الميكرو اوند، وكتعاودوا تخلطوها هكذا كتولي تجمع لكم بحال ما وقع ليها والو. وهذا ما كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال اعجابكم. بصراحه هذه الكريمه كتجيب بنينه، راه معروفه، يعني ما نشكر لكم انا كريمه الزبده كتجيب بنينه بزاف. تزينوا بها لي طاغ ديالكم، تحتفظوا بها في الثلاجه اولا في المجمد مده طويله، والوقت اللي بغيتو تجبدوها كتخليوها ما كتضربوهاش وهي بارده. بطبيعه الحال اي كريمه فيها الزبده الا ضربتوها وهي بارده كتطلق لكم الماء، يعني ما كتفصل، كتخليوها حتى تاخذ الحراره ديال المطبخ وكتضربوها وكتستعملوها.